لذلك تعددت المدارس في كتابة السيرة، فمنها المدرسة الأثرية يعني بالإسناد، ومنها المدرسة الإخبارية يعني على طريقة القصص والأخبار، ومنها المدرسة اللغوية كما صنع ابن هشام، وتبعه الحافظ أبو ذر الخشني في غريب اللغة، وتبعه السهيلي في الروض الأنف في ذلك، وجماعة أيضا تبع في ذلك. ومنهم من نظر إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته فكتب دلائل النبوة مثل البيهقي، ودلائل النبوة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، وجماعة من أهل العلم في ذلك. ومنهم من علمه بالسيرة من جهة الفقه والنظر، ولذلك استفاد من السيرة فيما يعانيه من الفقه والنظر، مثل ما صنع الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه المتميز زاد المعاد في هدي خير العباد، حيث أفرد للسيرة مقالا طويلا جدا يعني أكثر من مجلد في ذكر ذلك، ونقد ما نقد وجعلها صلة بالفقه والأحكام. وهناك من نظر للسيرة من واقع الوظائف الإدارية وترتيبات الدولة وما يتصل بذلك، مثل ما عمل صاحب كتاب الدلائل السمعية الذي شرحه الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية في شرح الدلائل السمعية. الدلائل السمعية التراتيب الإدارية مصدر ضخم لنوع من السيرة، وهو تعامله عليه الصلاة والسلام مع الدولة، كيف تعامل مع حراسه، كم له من الحراس، كم له من الحجبة، كم من الذي كلفه بالنجارة، من الذي كلفه بالسوق، من الذي كلفه بالفرز، من الذي كلفه بالجيوش، من الذي كلفه بالسلاح، من الذي يعني أنواع العمل بالقضاء، بالعلم، بالفقه، بأنواع العلوم المختلفة. وهذا نوع من السيرة لم ينتبه له من حيث التأليف بدقة، وهو الكتابة من حيث عن السيرة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتنائه بدولته عليه الصلاة والسلام